السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايين نتكلم في موضوع مهم بناء على طلبكم من الفيديو اللي فات. وزي ما انتوا عارفين انا ما بقصش حاجة من الفيديوهات، الفيديو بينزل زي ما هو عشان ما يبقاش فيه حاجة كده، يعني كل حاجة تبقى طالعة من القلب للقلب. النهاردة هنتكلم بعد آه يعني شوفنا مؤشرات التنسيق، واتكلمنا في الفيديو اللي فات عن كلية العلوم اللي هي الكلية بتاعتي، وقلنا المزايا بتاعتها والعيوب بتاعتها. جايين النهارده نتكلم لاني لقيت ناس بتقولي عايز اتكلم عن قسم كذا في كلية العلوم. ايه احسن قسم في كلية علوم؟ طب انا لو علمي علوم ايه احسن قسم قريب لكلية الطب؟ او ايه احسن لو انا علمي رياضة ايه احسن قسم قريب لكلية هندسة؟ في كل الكلام ده جاي اقوله لكم النهارده بناء على طلبكم من الفيديو اللي فات. وهنقول هل كلية علوم موجز كده ملخص، هل كلية علوم كويسة ولا ايه رأيك في دراستها عموما، وايه رأيك فيما بعد التخرج ان شاء الله. اولا انت داخل كلية علوم، فاستنى بقى، هسيبك من حتة ما بعد التخرج دي عشان انت داخل في مدعكة تشوفها في الاخر يعني. الاول هنبدأ بالاقسام بتاعت كلية علوم. اول حاجة كلية العلوم كلية زي ما قلنا كده في الفيديو اللي فات، كلية العظماء، كلية مش واخدة حقها في مصر. كلية الدراسة بتاعتها دراسة صعبة بس ممتعة. عارف اللي هو الصعب الممتع ده. كلية علوم دراستها صعبة، وبره مصر شغلها 100% هو أحسن حاجة. جوه مصر ممكن يبقى مهدور حقها بس مش الإهدار اللي في دماغكم. يعني مثلا مش معنى إن أنت بتخرج من كلية علوم يبقى أنت مش هتلاقي شغل مثلا في معمل ب2000 جنيه والكلام ده. لا، الكلام ده كان زمان. دلوقتي أنت مثلا شغل معمل هيبقى مثلا 4 5000 جنيه. ده شيفت بيبقى 6 ساعات في المعمل وكده. فانت كليه علوم مهدور حقها بس مش الاهدار اللي هو بيتكلموا عليه في السوشيال ميديا والفيس والكلام ده. ده اول حاجه بس عشان نبقى ايه واضحين ويعني عارفين احنا داخلين على ايه. نتكلم الاول على اقسام الكليه، ونقول في الاخر الميزه بتاعت الكليه بشكل عام. لو عايز تشوف الميزه برضو عموما تشوفها في الفيديو اللي فات. بص بقى، احنا اول حاجه كليه علوم بتنقسم لقسمين. في قسم وتلات أقسام، معلش، قسمين: قسم لعلم رياضة، وقسم لعلم علوم، وقسم اللي هو مجمع ده على ده. يعني في برامج تبقى مفتوحة لعلم علوم ومفتوحة لعلم رياضة، في برامج تبقى مفتوحة لعلم علوم بس، في برامج تبقى مفتوحة لعلم رياضة بس، وزي ما قلنا في برامج بتبقى مفتوحة للاتنين. فالأول هنتكلم على البرامج اللي بتبقى مفتوحة ل قسم علمي علوم اللي هم متخرجين من تالت سنة. بس انا ملاحظ تقريبا يا جماعه ان طبعا بعد ما مؤشرات التنسيق نزلت، ملاحظ ان التنسيق عالي جدا. والمرحله الاولى تقريبا واخده لغايه 91 ونص، 91 و56%. فيعني التنسيق عالي جدا. كليه علوم ممكن تبقى داخله في 86 87. ده بس مبدئيا. فاول حاجه هنتكلم في اقسام علمي علوم. اقسام علمي علوم بيبقى فيها قسم كيمياء. قسم كيمياء بيبقى مفتوح لعلم علوم وعلم رياضه برضه. قسم مايكرو بيولوجي ده قسم لعلم علوم فقط. في قسم بقى مايكرو كيمياء، مايكرو بيولوجي وكيمياء اللي هي العادية، مش هنقول بقى الكيمياء الحية والكلام ده. فيعني في مجموعة أقسام اللي هي الأقسام المزدوجة. يعني أنت ممكن تاخد حاجة من مايكرو وحاجة من كيمياء، يبقى قسم مايكرو كيمياء. في قسم مايكرو بس، وفي قسم كيمياء بس، في قسم نبات بس، وفي قسم نبات كيمياء، في قسم مايكرو نبات كده. في أقسام مزدوجة. فالأول القسم اللي هو بيبقى شامل او الناس كلها عايزه تدخله اللي هو قسم كيمياء. قسم كيمياء من اعلى الاقسام اللي هي بتبقى موجوده في الكليه، ان ما كانش اعلاهم يعني. طب ليه اعلى قسم موجود في الكليه؟ عشان بيبقى فرص عمله كبيره جدا. لان انت قسم كيمياء بيبقى مفتوح لك المصانع كلها، شركات الادويه كلها، مفتوح لك المعامل كلها. مش لازم تعمل دبلومه. يعني قسم مايكرو لازم يعمل دبلومه عشان يفتح معمل. لا، انت لو متخرج من قسم كيمياء مش هتعمل دبلومه، تدخل على طول، تروح تطلع تاخد الترخيص بتاعك تفتح معمل على طول. فقسم كيمياء هو من اكبر الاقسام. من اكبر الاقسام، ويعني برضو دراسته يمكن صعبه شويه. لو انت ما بتحبش الكيمياء ما تدخلوش، لان انت عارف تالتة ثانوي كل مشتملات الكيمياء اللي انت خدتها، كل اللي انت خدته هتلاقيه في اول محاضره. بجد يعني كلام مش هزار. اول محاضره هتلاقي فيها كل حاجه خدتها عن الكيمياء، وبيقول لك احنا لسه بنسخن. خلاص.
يبقى احنا لسه بنسخن في اول محاضرة. بعد كده تدخل بقى تاخد بقى كيمياء 1 كيمياء 2 كيمياء 3 كيمياء حيوية، وهتلاقي بقى حاجات كتير في الكيمياء انت كنت لا ما تعرفش عنها حاجة، غير بقى طبعا اقسام وفروع الكيمياء العضوية دي لوحدها موال. في قسم كيمياء لو انت متحبش كيمياء اكيد ما تدخلوش، اكيد حتى لو جالك تنسيق اكيد ما تستنوش يعني، لان انت عارف بقى معادلات الكيمياء، معادلات اللي كانت موجودة في ثالثة ثانوي الكيمياء العضوية، المعادلات دي هتلاقيها كلها زي ما بقول لك في اول محاضره، وهتذاكرهم يعني، انت هتذاكرهم يا اما هتسقط، مفيش حاجه مفيش اختيار تالت خالص. ده قسم كيمياء. في قسم بيبقى مفتوح لعلم علوم فقط مش لعلم رياضه، هو قسم مايكرو بيولوجي. ده بيبقى اقرب قسم لكليه الطب، فعشان كده بيبقى يعني لو انت كنت عايز تخش كليه الطب يبقى انصحك بقسم مايكرو بيولوجي. قسم مايكرو ايه اللي بيميزه مثلا عن قسم كيمياء؟ ان انت بتبقى فاهم كل حاجه في المضادات الحيويه، بتبقى فاهم كل حاجه في بكتيريا الفيروسات. هو اسمه قسم مايكرو بيولوجي، مايكرو اللي هي الحاجات الصغيره جدا، بيولوجي الاحياء، يبقى معناها الاحياء الدقيقه، الحاجات الصغيره، البكتيريا الفيروسات الفطريات الطفيليات، كل حاجه صغيره بتبقى موجوده جنبنا وهتدرسها بتعمق. تركيب بكتيريا، تركيب فيروسات، بكتيريا بتعمل اول ما بتدخل من جسم الانسان لغايه ما بتموت او المضاد الحيوي بيقتلها. فهتدرس كل حاجه بالتفصيل يعني. زي قسم كيمياء كده زي ما قلت لك، في حته الكيمياء العضويه والكيمياء الحيويه وكيمياء 1 كيمياء 2 كيمياء 3، كل حاجه بتدرسها بالتفصيل. كليه علوم هي شامله كل العلوم، يعني انت اول سنه اصلا بتبقى عندك فيزياء، بيبقى عندك رياضه، بيبقى عندك كيمياء، بيبقى عندك حاجات في الاحياء، جيناتيك، سيستماتيك، مورفولوجي واناتومي. فالكليه زي ما قلنا دراستها صعبه وحقها مش مهدور زي ما الناس بتقول. فده كده قسم مايكرو، حاجات اللي هي الطفيليات والبكتيريا وكده. قسم كيمياء طبعا غني عن التعريف. في اقسام تانية الناس كانت بتقول لي اللي هو قسم كيمياء، ده كيمياء سبيشال، يعني كيمياء بس، ده اللي احنا قلناه. مايكرو سبيشال يبقى مايكرو بس. في اقسام اللي هي مايكرو كيمياء، اول قسم مزدوج معانا. قسم مايكرو بيبقى مع قسم كيمياء، الاتنين بيبقوا مع بعض، يعني تاخد اجزاء من هنا وتاخد اجزاء من هنا، يبقى قسم مايكرو وقسم كيمياء، تاخد شويه نبذه عن الكيمياء ونبذه عن المايكرو. وانا لا انصح بالاقسام المزدوجه، مع ان بيقولوا فرص عملها اكتر، بس لا انصح بيها. لان انت مثلا لو نحسبها بالعقل، انت هيبقى مثلا لو في معمل ولا حاجه وجالك واحد مثلا قسم كيمياء، وجالك واحد قسم مايكرو، وجالك واحد قسم مايكرو كيمياء، هتاخد ايه؟ هاخد قسم مايكرو بس. طب انا لو في شركه ادويه هاخد قسم كيمياء بس. انا يعني انا في شركه ادويه، في شركه لا مؤاخذه مصانع، هاخد بتاع مايكرو اعمل بايه؟ وانا لو في معمل هاخد بتاع كيمياء اعمل بيه ايه؟ فهي بتبقى متحوره على الموضوع ده. بس هشوف بس الفيديو كام دي عشان ما اطولش عليكم، معانا لسه دقيقه ونص. فزي ما قلت لكم الاقسام المزدوجه بتبقى بتاخد نبذه هنا ونبذه هنا، فانت ما بتبقاش متخصص في حاجه. اي نعم دي بتبقى مفتوحه، دي بتبقى مفتوحه، بس انت مش متخصص. في قسم تاني، قسم اللي هو قسم النبات. قسم النبات برضو غني عن التعريف، اللي انت بتاخد كل حاجه في النبات. نبات بيعمل ايه؟ نباتات اللي هي الطبيه، نبات مضاد حيوي لحاجه. باخد تركيب النبات عموما، باخد من اول نمو النبات لغايه ما يموت النبات، دوره حياته عموما. باخد كل انواع النبات. ممكن ابقى مثلا ماشي في الشارع اعرف كل حاجه نبات، اعرف النبات ده اصلا ايه اللي صايبه. لو النبات مثلا دبلان، اعرف الدبلان من ايه، هل هو فيروس ولا بكتيريا. كل حاجه في النبات بتاخدها. طب ايه الفرق بين النبات والمايكرو؟ الفرق بينهم هما الاثنين، النبات انت بتشوف الزرعه تعرف ايه اللي موتها، تعرف تطلع ازاي والكلام ده. لما قسم مايكرو انا باخد اللي بيموت الزرع، خلاص، اللي هو الفيروسات او البكتيريا. يبقى احنا كده قلنا قسم نبات